السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا هنعمل مع بعض صينية بطاطا بالمهلبية. اتمنى ان الوصفة تعجبكم وجربوها يا جماعة. الوصفة دي انا ما باكلهاش سخنة، انا باكلها سقعانة. في الشتاء ناكلها سخنة، لكن في الصيف لازم تاكليها سقعانة كده، بترطب عليك وبيبقى طعمها جميل، بيبقى طعمها فعلا جميل. انا عندي هنا ما بيحبوش بيحبوا البطاطا بس المهلبية لا. يعني اول مره اشوف حد ما بيحبش المهلبيه، بس هما ما بيحبوش المهلبيه، فبضطر ان انا ادخلها لهم كده في النص بحيث ان ايه ياكلوها ما ياخدوش بالهم. هنا زي ما انتوا شايفين عندي البطاطا غسلتها كويس قوي وبقشرها آه، بقشرة البطاطس اللي بقور بيها البطاطس، بقشر بيها بتطلع القشر رفيع وما بتاخدش كتير من اللحم بتاعها. بقشر البطاطا وبقطعها بقى ايه دواير كده، قطعها زي ما تحب تقطعيها. زي ما انتوا شايفين انا قطعتها دواير اهو على طول. انا بغسلها كويس جدا وبقطعها على طول واحطها في الحله بتاعتي. بنقشر بس اهم حاجه البطاطا تكون مغسوله، يعني اول لما تجيبيها نقعيها في ميه، حطها في طبق كده ونقعها في ميه واغسليها واحده واحده. طلعي منها كل الطين بتاعنا لان احنا مش عايزين يبقى فيه رمل او كده في البطاطا. هنا زي ما انتوا شايفين انا بقشرها كويس وبقوم مقطعاها. هقشر كل الكميه بتاعتي. انا الكميه بتاعتي كيلو ونص، كيلو ونص بطاطا. بصراحه يا جماعه انا بحب اكلها كده يعني نيه، بموت فيها نيه. كانت جميله ومسكره بصراحه، كانت تحفه. هنا بقى انا زودت حوالي 3/4 كوبايه ميه وعلى نار متوسطه وسبتها بقى براحتها. يعني رحت اشوف شغلي وسبتها براحتها. زي ما انتوا شايفين انا سبتها مدة طويلة، فطبعا هي مش استوت، هي اتهرت، واحنا عايزين كده يعني. ببتدي ان انا اقلب فيها كويس واشوف لو في اي حتة ما اتهرتش او ما استوتش، بضغط عليها كده واشوفها. ببتدي ان انا اقلب كويس قوي وبعد كده ابتدي احط المكونات بتاعتي. انا حطيت 3 معالق سكر بس مش هرميين، لان البطاطا معايا كانت مسكره، فناخد بالنا من الحته دي. لو انت البطاطا بتاعتك دوقيها، اهم حاجه دوقيها. لو انت البطاطا بتاعتك مش مسكره زودي السكر، لو مسكره قلليه. وحطيت معلقتين جوز هند ومكعب زبده، وابتدي بقى ايه قلبي. هو يفضل الزبده مش السمنه، يعني السمنه ما بتبقاش لطيفه قوي معاها، الزبده بيبقى طعمها احلى. وابتدي ان انا اقلب لحد ما الزبده بتاعتي تسيح كلها مع البطاطا وما تبانش، والسكر كمان يدوب. نقلبهم كويس، قلبي لحد ما كله يندمج مع بعضه، بحيث ان ايه اما نحط المكون الاخير اللي هيربط معانا البطاطا يكون ايه كله مندمج. هنا انا عندي معلقه نشا بس هرمية، معلقة كبيرة، وحطيت معاها ربع كوباية مية، وابتدي ان انا ايه احطهم على البطاطا بتاعتي وابتدي ان انا اقلب. انا اخدت التركة دي من قناة على اليوتيوب، هي اللي قالت تحط النيش عشان اللي يخليها خرطة يعني، فما جربتها لا فرقت معايا فعلا. هنا بقى بقلب كويس قوي قوي. قلبي البطاطا بتاعتك لحد ما تلاقي ان مفيش تكتلات، مفيش اي حاجه، النيشه معاك استوى وكله تمام. ما تقلقوش، هو كده كده هيستوي لان هتخش معانا الفرن، بس برضو علشان التكتلات وكده يبقى مستوي احسن. هنا تمام استوت معايا وبقت تمام. حطي بقى ايه الفانيليا بتاعتك. انا الفانيليا بحطها لما بطفي النار، اما حاجه عشان يفضل الطعم بتاعها موجود. بس هي الحته دي ما بانتش في التصوير فمعلش اعذروني، بس انا بحط فانيليا بعد ما بطفي النار على طول. هنا بقى انا جبت البايركس بتاعي ودهنته بالزيت. عايزه تدهنيه سمنه، عايزه تدهنيه زبده، بس انا قلت الزيت اخف يعني، جو حر ومش مستحمل الحاجات الدسمه قوي. وابتدي ان انا انزل البطاطا معانا زي ما انتوا شايفين، ما فيهاش اي تكتلات، ما فيهاش اي حاجه.
ابتدي انزلها كلها وابتدي ان انا افردها معايا. افرد البطاطا بتاعتك كويس قوي بحيث ان ايه تبقى سمك واحد على قد ما نقدر يعني. زي ما انتوا شايفين انا بحاول ان انا افردها كويس قوي بحيث ان تبقى سمك واحد، تبقى ملس كده معانا. هي مهروسة بما فيه الكفاية يعني، لو عايزة تضربيها في الخلاط او هاند بلندر براحتك، بس انا شايفة ان هي مش محتاجة. هنا بقى هنعمل المهلبية بتاعتنا. انا عندي هنا كوبايتين لبن. حابة تزودي كمية المهلبية براحتك، انا ما حبيتش ازودها قوي لان هياخدوا بالهم عندي في البيت، فحبيت ان انا اعملها ايه سمكها قليل بحيث ما ياخدوش بالهم وبرضو ياخدوا الفايدة. هنا انا عندي كوبايتين لبن ومعلقتين كبار كريم شانتيه. يا جماعة الكريم شانتيه بيدي طعم المهلبية خطير جدا. طبعا عندي السكر على حسب الرغبة. انا حطيت 3 معالق سكر. هو المعلقة مش كبيرة على فكرة يعني، لا دي مش معلقة الاكل، ده اصغر من معلقة الاكل، فلو معلقة الاكل هتبقى مساح. تمام. حطيت منها 3 معالق وبرضو دوقي يعني السكر اللي انت محتاجاه. هي انت بتحبيه حلو قوي ولا ما بتحبوش حلو قوي؟ فالنشا ما بيتحط مع الحاجه اللي فيها لبن بيبقى جميل، بالذات ان اللبن اليومين دول مش دسم، فلازم ندسمه ونديله طعم كده. الكريم شانتيه ده خام ما فيهوش سكر. لو انت هتحطي كريم شانتيه بسكر يبقى تقللي السكر علشان ما تبقاش مسكره قوي. فانت نحط الكريم شانتيه ونقلب. وبعدين عندي معلقتين نشا، معلقه كبيره نشا لان انا حاطه كوبايتين لبن، فهحط عليهم معلقه كبيره نشا. انا مش عايزاها تقيله قوي يعني، عايزاها تبقى بين البنين. تمام. انا حطيت معلقه كبيره نشا هرميه من معلقه الاكل وعلى ربع كوبايه ميه وقلبتهم كويس قوي. زي ما انتوا شايفين لازم النشا يربط معايا اللبن. تمام. حابه تحطي جوز هند، عندك زبيب، عندك اي حاجه حطيها. حابه تحطي مكسرات مع البطاطا لو عندك حطيها، اللي انت تحبيه. انا ما بستعملش المكسرات علشان ربنا يشفي عن كل مريض، ابني ما ينفعلوش المكسرات. هنا انا بقلب معايا كويس قوي المهلبيه لحد ما زي ما انتوا شايفين ربطت معايا اهي، بس برضو نفضل نقلب لحد ما النشا نتاكد ان هو استوى. انا مش عايزاها تقيله قوي ولا خفيفه قوي، بين البنين يعني، لان انا كده كده انا بعملها بالليل ومش هناكلها الا تاني يوم الصبح تكون سقعت كده وبقت حلوه. طبعا لو في الشتاء هناكلها على طول. دي طبعا رشه الفانيليا اللي بحطها دايما لما بطفي النار. دايما استعملي الفانيليا الخام في الحاجات دي لان بتبقى احلى من الفانيليا السايله، هتغير الطعم وانا مش عايزاها تغير الطعم بتاعي. طبعا الكاميرا معلش ما كانتش شغاله وانا بصب المهلبيه، بس هنا انا بوريكم ان انا صبيت المهلبيه فوق البطاطا. هدخلها الفرن عندي هتقعد معايا من تحت 15 دقيقه وفي الشوايه 5 دقايق. زي ما انتوا شايفين اتحمرت تمام وبقت حلوه، ولا دهنتها فوق الوش ولا حطيت سمنه ولا حطيت اي حاجه ولا حطيت سكر، بتحمر على طول. انا بقى بحب الحته اللي في النص المحمره قوي دي بيبقى طعمها خطير يعني. هو انا بحب مش الطروف، بحب الحته المحمره قوي دي بيبقى طعمها تحفه قوي. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه واتمنى انها تعجبكم وتقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.